السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة دهب كورة تي في. حديثنا النهاردة عن مباراة مولودية الجزائر والنصر السعودي في إياب دور ال16 من البطولة العربية، واللي انتهت ب 2-1 لمولودية الجزائر، وبكده تتأهل مولودية الجزائر لدور الثمانية من البطولة العربية. وقبل ما نكمل الفيديو يا ريت ما تنسوش تدعمونا باشتراك في القناة من الزر الأحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. نادي النصر كان هزم في الذهاب في السعودية 1-0، وده كان سبب من الأسباب اللي أدت لإقالة كارينيو مدرب النصر. نادي المولودية كان يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة، طبعا ما عدا 1-0 لأنها كانت هتأدي لضربات الجزاء أو الركلات الترجيحية. أما نادي النصر طبعا كان لازم الفوز أو يلعب على التعادل ب1-0 فيتأهل عن طريق ضربات الجزاء، ولكن طبعا ده ما حصلش، والمباراة مشيت زي ما احنا كلنا شفنا. نادي النصر كان داخل المباراة وسط غياب عمر هساوي والحارس براد جونز، وطبعا الغياب اللي أثر بشكل كبير على الفريق النهاردة نور الدين مرابط. نادي النصر دخل بتشكيلة غير تقليدية أيضا زي ما عودنا المدرب هيلدر المدرب المؤقت لنادي النصر. الخطة كانت 4-2-3-1. في حراسة المرمى وليد عبد الله، في اليمين سلطان الغنام، وفي الشمال عوض خميس. 2 قلب دفاع راموس وإبراهيم غالب، في تاني مباراة بيلعب في المركز ده بعد مباراة الشباب. قدامهم فهد الجميع وبتروس، وطبعا قدامهم يحيى الشهري وأحمد الفريدي وأحمد موسى، وراس حربة وحيد هو عبد الرزاق حمد الله. نادي المولودية ومدربه عادل عمروش اللي عمل مباراة جيدة جدا في السعودية وفاز على النصر 1-0 على أرضه وبين جماهيره، وأيضا بيكمل النهاردة وبيعمل مباراة عالية جدا على المستوى التكتيكي والمستوى الخططي. دخل المباراة بخطة 4-4-2 على الورق، لكن على أرض الملعب كانت بتتحول لأن 10 يلعبوا على الدايرة، 10 لاعبين بيرجعوا يدافعوا على الدايرة بحيث ان يقفلوا المساحات قدام الثلاثي بتاع النصر، سواء يحيى الشهري او احمد موسى او عبد الرزاق حمد الله. وده طبعا اللي كان بيتسبب في ان لاعبي النصر ما بيعرفوش يمسكوا كوره، ما بيعرفوش يستحوذوا على الكوره، حتى لو مسكوا الكوره ما بيعرفوش يتصرفوا فيها، الكوره بتضيع بكل سهوله. وطبعا نجح عادل عمروش في الموضوع ده بكل سهولة النهاردة. تشكيلة النصر للمرة الثانية على التوالي بعد وجوده في مباراة الشباب. إبراهيم غالب أيضا موجود في تشكيلة النصر أمام المولودية، وعلشان كان يعني يلعب على اللونج باز بتاعة إبراهيم غالب للجانب الهجومي. طبعا ده فشلت لأن كان كل الكور الطويلة كان بتبقى في صالح اللاعبين بتوع نادي المولودية. وايضا الكور الطويله من عوض خميس ايضا اثبتت فشلها في الشوط الاول. شوط اول كان سيء جدا من كل لاعبي نادي النصر، وايضا الشوط الثاني بيستمر معاناه لاعبي النصر، وكان ايضا شوط ثاني سيء جدا. ايضا التشكيله شهدت وجود فهد الجميع اللاعب الصغير، اللاعب اللي كان غريب ان هو يكون موجوده، وهي دي تقريبا المفاجاه اللي كان بيقول عليها هيلدر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة. لكن الصراحة أنا ما شفتش إنها مفاجأة، بل شفت فهد الجميع كان نقطة ضعف طول وجوده في الشوط الأول. حتى لما بيمسك كورة ما بيعرفش يتصرف فيها، بتضيع بكل سهولة، ميس باص كتير. المدرب هيلدر الصراحة غلط كبير النهاردة، لأن احنا كنا شايفين أكتر من صانع لعب، وكنا شايفين تداخل في الاختصاصات أكتر من صانع لعب، ومش عارفين يوجهوا الكوره لعبد الرزاق حمد الله. وحتى الكوره لما بتبقى في رجليهم بيعملوا ميس باص كتير، في فقد للكوره كتير. ايضا كان في بطء في بناء الهجمات بشكل مش طبيعي، انهاء الهجمات عن طريق عبد الرزاق حمد الله بشكل سيء جدا. يحيى الشهري في الشوط الاول وايضا احمد الفريدي مش موجودين. احمد موسى لوحده عايز حلقه نتكلم عن أداؤه وعن سوء أداؤه. مباراة يظهر ويبقى مستواه رهيب جدا ومستواه عالي جدا، وفجأة نلاقيه مباراتين 3 مش موجود، أيضا عليه علامة استفهام كبيرة جدا. طبعا ده غير الطرد اللي تعرض له في نهاية المباراة. بالنسبة لنادي المولودية ومدربه عادل عمروش اللي زي ما قلنا لعب جيم عالي جدا على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الخططي، اللي بدأ طبعا لاعبيه بالمباراة باللعب العنيف ضد لاعبي
النصر طبعا اللعب ده اللي بيمتاز بيه دول شمال افريقيا، وطبعا ده اللعب اللي مش متعود عليه لاعبي السعودية، سواء الخشونة او الاندفاع البدني. وايضا ده سبب لود وضغط على لاعبي النصر انهم مش كانوا قادرين يتحملوا الخشونة بتاعة لاعبي المولودية سواء في بداية المباراة او في اوقات المباراة الاخرى. ايضا عشان ندي المدرب عادل عمروش مدرب نادي المولودية حقه، على المستوى الدفاعي كان بيرجع 10 لاعبين يدافعوا ورا بحيث ان يقفل المساحات على الثلاثي بتاع نادي النصر، سواء احمد موسى، يحيى الشهري، عبد الرزاق حمد الله، وبالفعل اغلق عليهم المساحات، وبالفعل ما كانوش عارفين يتصرفوا في الكوره خلال اوقات المباراه. بالنسبه للاخطاء اللي في دفاع نادي النصر حدث ولا حرج. راموس النهارده كان الصراحه نقطه ضعف كبيره في دفاع نادي النصر. ايضا ابراهيم غالب مباراه سيئه جدا، مباراه لنسيان بالنسبه لابراهيم غالب. سلطان الغنام، عوض خميس، يعني مستوى زيرو. بالنسبه لبيتروس مستواه فعلا سيء جدا، يعني على بالنسبه لنص الملعب كله الصراحه كان سيء جدا جدا، ومن أسوأ المباريات للاعبي نادي النصر كلهم، سواء على المستوى الدفاعي أو مستوى لاعبي نص الملعب أو حتى المستوى الهجومي اللي عبد الرزاق حمد الله النهارده بيضيع فرص سهلة جدا قدام المرمى كانت كفيلة إنها تصعد فريقه لدور الثمانية. لكن أيضا حتى أحمد موسى لما ظهر في الشوط الثاني أيضا يعني توالى تضييع الفرص من خلاله ومن خلال يحيى الشهري، فرص سهلة جدا كفيلة انها تنهي ماتشات. طبعا ده مسلسل تضييع الفرص زي ما في الدوري السعودي النصر بيضيع فرص كفيلة انها تخلص المباراة وانها تخلي المباراة تطلع ب6-0 وب7-0. نادي النصر بيهدرها بكل سهولة. النهاردة طبعا بيشرب من نفس الكاس وبيضيع الفرص، وطبعا بيطلع من البطولة العربية بسبب استهتار لاعبيه وبسبب طبعا تشكيلة المدرب اللي احنا ما نقدرش ما نلومهوش النهارده على التشكيله الصراحه اللي كانت غير موفقه من هيلدر، او بالنسبه لاختياراته في اللاعبين سواء فهد الجميعه او سواء ايضا اصراره على ان ابراهيم غالب فعلا قدم مباراه كانت جيده امام الشباب، لكن ما كانش لازم ان هو يبدا بيه المباراه النهارده. ايضا الاختصاصات بتاعه اللاعبين اللي كانت بتتداخل طول فترات المباراه، ما كناش بنلاقي تبديل الادوار اللي كان بيحصل بين نور الدين مرابط وبين يحيى الشهري وبين مثلا احمد موسى، او حتى لما كان بيكون موجود جوليانو. النهارده ما شفناش تبديل الادوار ده، وما شفناش سهوله الحركه والسهل الممتنع اللي بيمتاز بيه فريق نادي النصر. ما شفناش كل الكلام ده النهارده، وده طبعا اللي ادى لخساره المباراه وللخروج من البطوله. اللي اكد كلامي الجولين اللي دخلوا في نادي النصر النهارده دخلوا بسبب سوء تمركز اللاعبين، زائد ان هم ما كانوش مركزين اصلا، مش موجودين في اجواء المباراه. تحس ان هم عندهم استهتار، عندهم نرجسيه، عارفين ان المباراه كده كده هتخلص لصالحنا. ما اعرفش الصراحه الحاله اللي كان فيها لاعبي النصر، ساعات تلاقيهم بيلعبوا في قمه مستواهم زي مثلا احمد موسى، وساعات تلاقيهم في مستواهم متدني جدا لدرجه ان انت تقول مش معقوله الفريق ده اللي كان هازم مثلا الشباب ومضيع فرص رهيبه جدا تخلي الماتش يخلص 6 أو 7-0. ايضا بيتكرر الموضوع ده النهارده، وبنلاقي الدفاع مهلهل، خط وسط مهلهل، خط هجوم بلا انياب. ايضا الحكم النهارده اللي ما احتسبش ضربه جزاء صحيحه من وجهه نظري لعبد الرزاق حمد الله اللي كانت ممكن تقلب المباراه، طبعا زائد الكوره اللي ضيعها عبد الرزاق حمد الله في الشوط الاول كان ممكن يكون النتيجه غير كده خالص، زائد الكرات اللي احنا اتكلمنا عنها سواء لاحمد موسى او ليحيى الشهري اللي كانت لو كانت دخلت كان فعلا نادي النصر وكانت النتيجة هتكون غير كده خالص. المدرب هيلدر حاول يتدارك الموقف في بداية الشوط الثاني ونزل فراس البريكان مكان فهد الجميعة، وحول الخطة ل4-4-2 عشان يلعب ب2 روس حربة، يلعب بفراس البريكان وأيضا عبد الرزاق حمد الله. لكن طبعا توالى أيضا مسلسل تضييع الفرص وتوالى الضغط من جانب المولودية اللي الصراحة أدت مباراة عالية جدا، وأنا مصر إن أنا فعلا أمدح المدرب بتاعهم اللي كان بيظهر دايما في الصورة وفي اللقطات عايز لاعبته تضغط ضغط رهيب من لاعبي المولودية على أي لاعب من نادي النصر بيمسك الكورة. ما كانوش مديين فرصة للاعبي نادي النصر يشموا نفسهم،
ما كانوش مدينهم فرصة انهم يستحوذوا على الكورة. عندهم ارتداد سريع رهيب من الجانب الدفاعي للجانب الهجومي، فجأة الكرة تكون في الدفاع عند المولودية وعلى الخطوط الدفاعية بتاعة المولودية، وفجأة نلاقيها بقت هدف في نادي النصر. وده الجولين اتعملوا كده، وطبعا زائد الأخطاء اللي من الدفاع ومن خط وسط نادي النصر اللي ما كانوش طبعا في حالتهم زي ما احنا بنقول. في نهاية كلامنا نحب نهني جمهور المولودية، ألف مبروك على التأهل لدور الثمانية من البطولة العربية، ونقول هارد لك لجمهور نادي النصر الجمهور العالمي. إن شاء الله المباريات الجاية تكون أحسن لفريقكم، سواء في الدوري السعودي أو في دوري أبطال آسيا. إن شاء الله المباريات الجاية تشوفوا فريقكم في أحسن حال، إن شاء الله تكون كبوة جواد. يا ريت يكون عجبكم الفيديو، واتمنى تدعمونا باشتراك في القناه من الزر الاحمر تحت الفيديو، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتنا، وتعملوا لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.